الكسوة البيضاء حلم كل بنت، العمارية، العريس. نسولكم واحد السؤال، وهذا السؤال موجه للبنات كتر. علاش فيما كيقرب شي عرس ولا كتهضروا على الزواج كتجبدوا معاها الكسوة البيضاء؟ علاش بالضبط الكسوة البيضاء؟ تلقائيا كطيح لكم الفكرة ديال الكسوة البيضاء في الراس. علاش ماشي كسوة زرقاء حمراء؟ علاش بالضبط بيضاء؟ صراحة رشقت لي نقلب على هذا البلان ولقيت كواليس مرعبة مور هاد الكسوة البيضاء. باش نختصر عليكم، موضوع اليوم هو الصناعة القاتلة. الناس وقعوا ضحايا بسبب الكسوة البيضاء، ولكن قبل ما نعرفوا على هذه الكارثة، انترو. ما عمر كان اللون الابيض مقترح اجتماعي حتى العام 1840 ملي تزوجت الملكة فيكتوريا بألبرت، وكانت هي اول عروس غتلبس الابيض في يوم سعدها وفرحة. اخترت هذا اللون نتيجة النقاء والصفاء وباش تبان ملك قدام الناس. والفكرة ديال الكسوة البيضاء خدات الاميرة فيكتوريا ايضا من الحروب القديمة، ملي كتكون شي قبيلة كتعلن الاستسلام ديالها كترفع الراية البيضاء، ومن هنا جات الفكرة. يعني البياض نتيجة السلام والنقاء والصفاء. ولكن ماشي هذا هو الموضوع بالضبط. الذوق ديال الملكة فيكتوريا خلى المصممين في عالم الموضة يخلقوا واحد المنافسة كبيرة بزاف، خصوصا في هذاك العصر اللي عشت فيه، هي اللي كيتراوح ما بين عام 1837 وعام 1901. انا عارفكم غتسولوني كيفاش هي تزادت في عام 1837 وتزوجت في عام 1840، زعما تكون تزوجت في 3 سنين من عمرها. اكيد ما يمكنش. انا قلت ما عمر كان اللون الابيض مقترح اجتماعي حتى العام 1840، وما قلتش لكم باللي فيكتوريا تزوجت في عام 1840. اي من بعد عام 1840 ولا هذا اللون الابيض ما كيتقترحش فقط في الكسوه ديال العراسات، وانما في المباني، في الديكورات، في امور اخرى. وفيكتوريا تزوجت من بعد. عصر الملكه فيكتوريا شاف نمو كبير من خلال الثوره الصناعيه، والعالم انذاك بدا كيتبدل. شفنا اختراع ماكينات بخاريه، طوموبيلات، انتاج الفحم والحديد، وكان تقدم حتى في المجالات العلميه والفنيه، وتطورات الوقت حتى في التجاره ايضا. نرجع للموضوع. مورا العرس ديال فيكتوريا العالم بدا كيدوي على الكسوه البيضاء اللي كانت لابسه هي، وكيفاش كانت كتبان بحال شي ملك. بين ليله ونهار ولات هذيك الكسوه حديث الساعه، وبسبب ديك الضجه الاعلاميه ولات منافسه شديده بين المصممين. وسرعان ما تحولت الموضه انذاك من البساطه الى المبالغه، وداهم هادشي الاخطاء كارثيه كبيره في صناعه موضه عندها جوانب قاتله. في هذاك الوقت كانت الصور الفوتوغرافيه في ابيض وكحل، وكانوا اللوان ديال الفساتين او الحوايج ما يبانوش لك من التصاور، ولكن كانت كتبان في اللوحات الزيتيه اللي كانت في هذاك الوقت. وهذا الشيء ساعد صراحه انهم يدخلوا هذيك الالوان في الحيوطه، في الاوراق، في الاثاث. وهنايا كتشوف راسك دخلتي في الوان قوس قزح، كلشي مزوق. المهم الزواق بدون معنى. العلماء والمصنعون هنا غيبتكروا صباغه اصطناعيه واللي زينت صراحه اللباس وعالم الموضه. وقبل عصر الملكه فيكتوريا كانوا العيالات كيلبسوا غير الكحل والالوان الغامقه. هذيك الصباغه اللي اخترعوا علماء ومصممون في عصر الملكه فيكتوريا كانوا كيطلقوا عليها اسم شيرز جرين، وهذه الصباغه مكونه من زرنيخات النحاس الحمضيه، خليط ما بين النحاس وثاني اكسيد الزرنيخ السام. في هذيك الوقت العلماء والمصنعون ما كانوش عندهم معلومات كافيه على خطوره هذيك الماده على الانسان. الماده كانت كتحتوي على سم قاتل قادر انه ياثر على العينين، على الجلد، وهذا الشيء خلى الناس في هذيك الوقت تبان فيهم الاعراض. هنا بداو الكوارث، والاعراض اللي كانت هي الردان، الم الراس، الدوخه، وفقر الدم. والمصيبه الكبرى نفس الماده دخلوها في الزهور او الورد في عام 1861. العلماء داروا تحليل وكنترول، ولكن الامكانيات كانت قليله بزاف وما كانش المعدات متوفره انذاك بحال اليوم. في نفس العام 1861 توفت واحد البنت سميتها ماتيلدا شورير في 19 عام، واللي كانت خدامه في مصنع للزهور الاصطناعيه في وسط لندن. خدمتها هذاك الوقت هي انها ترش الزهور بالمسحوق الاخضر السام، وكل رشه من هذاك المسحوق كانت كتشم اكسيد الزرنيخ تدريجيا، الشيء اللي خلى العلامات يبداو يبانوا عليها. الضفارات تحولوا وبداو كيتقشروا، عينيها بيضوا، وكل شويه كتجيها تشنجات، وبدات كتخرج فيها الرغوه بحال الصابون في عينيها، في نيفها، في فمها. الوجه ديالها بدا كيتنفخ في لحظات قبل ما تموت. ملي داروا تشريح الجثه لقاو باللي الزرنيخ وصل للمعده والكبده وريتها، وهنا المسؤولين بداو كيمنعوا هاد الماده، ولكن فات الفوت. ماشي غير الكساوي والحوايج، جا الدور هاد المره في التقاشر. وهنايا الرجال حتى هما دخلت معاهم الموضه والزواق، ماشي غير العيالات. الناس اللي بداو كيلبسوا هاد التقاشره بدات عليهم حروق كيميائيه في رجليهم، مع العلم ان الماده اللي تستعملات باش تزوقوا دوك التقاشر كانت عليها اضافات اخرى، وهذا الشيء غير خواو ليسانس في العافيه. الرجال تصابوا بتورم وتسمم خايب بزاف، لدرجه واحد من العمال اضطر انه يشرك صباطو حيت
حتى رجلو تنفخات، والبعض الاخر ما بقاش قادر يتمشى. الدكاتره صراحه الفوق حيت ماشي كلشي كان عندهم هذا المشكل، كاين اللي لبس قشر بدون حتى شي مشكل. الكيميائيون من يتعمقوا في البحث لقاو باللي المشكل ماشي فقط في الماده الخضراء، وانما حتى العرق ديال بنادم اللي خلاها التفاعل الخطير يتم بهذا الشكل. العرق قادر انه ياثر غير على النحاس ويولي كحل، فما بالك الا تفاعل مع شي ماده. قليل صراحه الناس اللي العرق ديالهم ما تقدرش تاثر فيه هذيك الماده. تخيلوا معايا بسبب هذيك الكسوه البيضاء اللي لبساتها فيكتوريا في ليله عرسها خلات الموضه توصل لهاد الضجه اللي ولينا عليها اليوم. الامر الصراحه عنده علاقه بالذواق ومدى تاثيره على الناس. اليوم ولينا نشوف الموضه ولات كتاثر علينا نفسيا، فيما كتخرج شي حاجه اخر موديل الناس كيتسابقوا عليها واخا تكون ساوي 10 المليون وما فيها ما يتشاف. فكاين اللي كيبغي يلبس اخر موديل باش يثير انتباه الناس ويخلق واحد الضجه اعلاميه واخا غير في المحيط ديالو. ايوا الناس كتبقى تركب على ديك الموجه، ولكن الرابح بطبيعه الحال كيبقى هو البائع او الشركه المصنعه. اما اليوم في 2023 ولينا واصلين لواحد المرحله اللي العنوان ديالها زوق تربح، وصراحه هذا موضوع بوحدو نخليوه للفيديوهات الجايه، لان بصراحه هذه القضيه ديال زوق تربح ولات خطر من هذيك الماده اللي كانت في عصر الملكه فيكتوريا. ايه مشاهدينا الكرام، الموضه اللي ولات اليوم اخطر. الغريب كتشوف واحد السيده واخده الصاك ب 30 مليون، داكشي اللي فيه في الداخل ديالو ما سوى حتى 20 درهم. بصراحه في هذا الجيل ولينا اذكياء لدرجه الكلام. هذاك الشيء اللي داخل الصاك خاصو يكون اغلى من الصاك بحد ذاته بواحد 7 ديال الاضعاف ولا 8. بديت كنخرف واقيلا لهنا كتسالي الحلقه. تهلاو ليا في راسكم.